هنتكلم النهاردة عن حيوان صديق للإنسان، لأنه بيكون أليف وودود مع أصحابه، بس لما بيحس بأي خطر ناحية أي شخص قريب منه بيتحول وبيظهر قوته العضلية وشخصيته القوية. علشان كده هو بيتصنف إنه مزيج من الحيوانات الأليفة والشرسة في نفس الوقت. كتير من الناس طلبوا مننا إننا نتكلم عن الكلاب، وعلشان إحنا مش بنحب نتأخر على حد هنتكلم النهاردة عن كلب كين كورسو. أهلا بيكم في قناة ميكس دوكومنتري بالعربي. بتكون سلالة كلب الكين كورسو واحدة من أندر سلالات الكلاب الإيطالية القديمة اللي تم تربيتها لحماية العائلات والممتلكات، وبترجع أصول السلالة دي إلى القرون الوسطى. كان بيتم استخدام الكلاب دي في مجال الصيد والحراسة وحماية الإمبراطوريات الرومانية، واشتهرت السلالة دي في جنوب إيطاليا. حصل انخفاض كبير في سلالة كلب الكين كورسو بسبب الحروب العالمية الأولى والثانية، لكن أعداد قليلة من الكلاب دي لسه موجودة. بيتصنف كلب الكين كورسو والمعروف كمان باسم ماستيف الإيطالي إنه من الكلاب القوية اللي بتمتلك مزيج من القوة العضلية والذكاء والوفاء. وعلى الرغم من قوته المثيرة للدهشة إلا إن الكين كورسو بيتمتع بشخصية حنونة وبيظهر ولاءه ومحبته لأفراد الأسرة. بالرغم من إظهار الشخصية الحنونة والهادية وولاءه لأسرته، ممكن في ثانية يظهر شراسته وقوته لو حس بأي تهديد لصاحبه أو تهديد لأي مكان بيحرسه. علشان كده الكلب ده بيمتلك قدرات خاصة بتكون مزيج من الوفاء والود، بس في نفس الوقت الشراسة والقوة ضد أي عدو خارجي. كلاب الكين كورسو بتتمتع ببنية عضلية قوية وملفتة، بيحصل نموها بشكل سريع جدا، وبيوصل طول الكلاب دي إلى حوالي 27 بوصة، وبيتراوح وزنها بين 90 إلى 120 كيلو جرام. الكلاب دي بيكون عندها شهية عالية للطعام، وده بيكون السبب في زيادة وزنها بسرعة. علشان كده لازم نوفر النشاطات البدنية اللي بتقلل من الوزن غير المرغوب فيه، وكمان نوفر الوقت الكافي للتمرين واللعب علشان نقدر نحافظ على لياقة الكلب البدنية والعضلية ويكون سريع في الحركة. بيتميز كلب الكين كورسو بعدد من المواصفات الجسدية، وهي عنده راس كبيرة وعضلات قوية، بيمتلك قفص صدري عميق وقوي، الأعين متوسطة الحجم، بيكون الفرو الخارجي قصير ولامع، والفرو الداخلي بيكون خفيف وبيزيد كثافته في الجو البارد. الأطراف الأمامية والخلفية قوية وعضلية. بيحتاج كلب الكين كورسو إلى حوالي من 3 ل 4 أكواب من الطعام الجاف في اليوم، وبيفضل تقسيم الكمية دي إلى وجبتين في اليوم. من المهم جدا توفير الأكل الغني بالبروتين والدهون علشان نقدر نحافظ على مستوى الطاقة المناسب للكلب وتحسين صحة الفرو والجلد. لازم نهتم بتوفير كمية كافية من المية النظيفة والعذبة للشرب طول اليوم. بيتصاب كلب الكين كورسو زي جميع سلالات الكلاب الضخمة، ومن أشهر الأمراض الشائعة تمزق الرباط الصليبي الأمامي، الورم الليفي. بيظهر الورم السرطاني في أنسجة مختلفة من الجسم، وبيكون من الصعب اكتشافه في مراحل مبكرة. تمدد القلب، بيكون كلب الكين كورسو عرضة لمشكلات القلب. التهاب الجلد الوراثي، هو اضطراب جلدي وراثي ممكن يصيب كلاب الكين كورسو، وبتكون النتيجة فقدان الشعر وتهيج الجلد. مشاكل في المفاصل وتآكل المفاصل. بتكون كلاب كين كورسو كلاب صحية بشكل عام، وبيقوم المربين المسؤولين بفحصهم بحثاً عن الحالات الصحية المصابة بخلل التنسج الوركي والصرع مجهول السبب والجرب وتشوهات الجفن. بيكون لازم على مالكي كلب كين كورسو معرفة العلامات اللي لازم نبحث عنها في حال اشتباهه بالمرض، وإيه اللي لازم نعمله في حالة حدوث مرض ما. كما هو الحال مع جميع السلالات، لازم نفحص أذن كلب كين كورسو بانتظام بحثاً عن علامات العدوى. لازم نعتني بقص الأظافر وناخد بالنا إن الأظافر بتحتوي على أوعية دموية، علشان كده لازم نتجنب قصها بشكل كبير منعاً لحدوث أي نزيف. وبشكل عام لازم نلاحظ أي علامات غريبة بتظهر على الكلب علشان نقدر نعالجها بكل سهولة. بيكون كلب الكين كورسو غير مناسب لمالك كلب عديم الخبرة. بيحتاج كلب الكين كورسو إلى قائد يوجهه بحزم وثبات دون استخدام القوة والقسوة. نبدأ بالأوامر الأساسية زي اجلس، اقف، اتسلق، وبعدين نقوم بتقديم المكافآت لما يستجيب لتنفيذ الأمر المطلوب منه.
بعد كده ندربه على التعامل مع الأشخاص والكلاب التانية. لو كنت عايز كلبك تدربه للحراسة، فلازم تدربه على سماع أي أمر يطلب منه، زي أوامر الهجوم أو أوامر الوقوف. كلب الكين كورسو بيجمع بين القوة والجمال والذكاء، وده بيخليه من الفصائل المثيرة للإعجاب في عالم الكلاب. فلو كنت بتبحث عن رفيق وحماية ممتازة، بيكون الكين كورسو من أفضل الاختيارات. بس كده، دي كانت معلومات سريعة عن كلب الكين كورسو. يا رب أكون قدرت أشرح بشكل بسيط. في نهاية الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وأي حد عنده أي فكرة أو مقترح أو موضوع جديد يسيبهولي في التعليقات. دمتم بكل خير.